هل شعرت أن شيئًا ما كان ينقص النادي الأهلي قبل قدومه؟ كان وسط الملعب يفتقد إلى العقل المدبر، اللاعب الذي يربط بين الدفاع والهجوم، ويملك القدرة على تغيير إيقاع المباراة بلمسة واحدة. ثم أتى محمد علي بن رمضان، المايسترو التونسي. هو ليس مجرد لاعب وسط، بل هو محرك الفريق، لديه رؤية استثنائية وقدرة على التمرير بين الخطوط تفتح أصعب الدفاعات. قوته البدنية تمنحه التفوق في كل الصراعات، ومرولته تجعله يجمع بين الصلابة الدفاعية والإبداع الهجومي. بن رمضان ليس مجرد صفقة، إنه القطعة الناقصة التي أكملت أحجية الأهلي، اللاعب الذي جعل الفريق يتحول من جيد إلى عظيم، وأعاد التوازن والقوة لوسط الملعب. هل تتفق أن بن رمضان هو أفضل صفقة للأهلي في السنوات الأخيرة؟ شاركنا رأيك في التعليقات.